على 10 أندية، سواء كنا بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا، يعني كثيرا من الأندية المتواجدة. أفضل فترة لميدو أعتقد في وجهة نظري هي فترة توتنهام، عندما كان يلعب مع روبي كين وجيرمان ديفو وحرز البطولة مع سيلتا فيجو، لكن الفترة دي تألق فيها ميدو تألقا كبيرا. لا انت لو قسمت حياة ميدو اللي هي الفترة الأولى بتاعت جينث، أعتقد إن هي كانت فترة بدايته وكانت نضجه كبير جدا، إنما لما بتتكلم على الفترة اللي كان فيها في أياكس لما زلاتان إبراهيموفيتش كان قاعد احتياطي بالنسبة لأحمد حسام ميدو، دي من أفضل المواسم بالنسبة له. بعد كده انتقاله لأولمبيك مارسيليا عمل مباريات أكثر من رائعة، وكان عنده شعبية جارفة، وكان بيلعب مع نادي دروجبا وعمل تاريخ كبير جدا مع مارسيليا. بعد كده انتقاله لنادي روما، يمكن المشكلة الأكبر أو الفاصل في حياة ميدو هو الانتقال لنادي روما، طبيعة الكرة الإيطالية وطبيعة العقلية الإيطالية ومجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده زي كان فينشينسو مونتيلا او كاسانو او فرانشيسكو توتي مع رودي فولر على ما اتذكر كان المدير الفني، فما كانش فيه الشكل الكافي كاداء او يمكن سباليتي مش فاكر سباليتي ولا رودي فولر يعني خلتني ذاكره يعني. بعد كده يمكن في الفتره دي عمل فتره 6 شهور في سيلتا فيجو، في رايي ان دول كان من افضل المواسم اللي عملهم او ال6 شهور اللي عملها ميدو لو كان كمل في سيلتا فيجو بنفس المستوى، لانه لاول مره في تاريخ السيلتا كان يوصل لدوري ابطال اوروبا كان عن طريق احمد حسام ميدو. بعد عودته مره ثانيه لروما وانتقاله لتوتنهام بدات حياه احمد حسام ميدو في الملاعب الانجليزيه، ولكن انا كنت اتمنى الاستمرار في سيلتا فيجو لان كان ممكن يكون لها وضعيه خاصه. ميدو كان حكى لي مره حكايه، قال لي ان في فتره انتقاله لتوتنهام وهو في المطار اتصل بيه مينو رايولا الوكيل اشهر وكيل اللاعبين الموجودين على مستوى العالم، وهو في المطار في توتنهام كان اتصل بيه وقال له ان ريال مدريد عاوزه، وهو كان خلاص العقد انتهى ومضى، فطبعا كانت مشكله، كان انتقال احمد حسام ميدو خلاص مضى العقد مع توتنهام، كان يعني الكلام بعد ما مينو جاله اتصال من ريال مدريد، مينو رايولا كان مع ميدو وقال له ان ريال مدريد كانوا عاوزينه، قال له خلاص الموضوع انتهى ان هو مضى توتنهام. ميدو طبعا انا حزين جدا لاعتزاله، لسه عنده من الوقت، كان زي ما كان طلع معانا قبل كده في حلقه واتكلم وقال ان ممكن يعمل فتره اعداد كويسه جدا، كان عنده بعض العروض، اعتقد ان كان بيقول ان سبورتنج لشبونه احد الانديه الكبيره جدا على الساحه البرتغاليه والاوروبيه، كنت اتمنى الانتظار او البقاء نسبيا على الاقل سنه او سنتين، كان حسام ممكن يفضل على المستوى. عنده يعني مرض او حاجه في المعده او حاجه موجوده في المعده بتخليه على طول هو زياده في الوزن، كان صعب ان هو ينزل وزن، هو اللي هرجع بعد 12 اسبوع. هو يعني على فكره عمليه الوزن انا اتذكر لما كان موجود في اعتزال وليد صلاح الدين وكان تيري اونري موجود، حسام كان اتقن من كده بكتير جدا، وبعد لما كان فتره الراحه الاجازه ورجع تاني لتوتنهام في الفتره ديت بعدها ب 15 يوم شفنا احمد حسام خاسس لا يقل عن 15 كيلو او 13 14 كيلو. فاحمد من اللعيبه اللي بتقدر تعود نفسها على موضوع التحمل انه يرجع تاني في الجاهزيه الفنيه والبدنيه. بس انا شايف قراره ده مستعجل جدا، واتمنى طبعا لو كان عنده وقت او عنده مزيد من الوقت يتراجع نسبيا ويشوف ايه العروض اللي موجوده عنده ويتحمل على امكانياته الجسمانيه ويقدر يلعب موسم او سنتين كمان في اوروبا باذن الله. كل التوفيق لاحمد حسام ميدو، سمعنا ان هو ممكن يكون يعني يدرب بعد كده في احد الانديه الانجليزيه او يكون ياخد الرخصه ويدرب في احد الانديه الاوروبيه والانجليزيه. كل التوفيق ان شاء الله. ما اعتقدش ان ميدو يكون في دماغه التدريب، ما اعرفش، انا حاسس ان ميدو ممكن يكون يعني مش ايجنت، ممكن يكون مدير تنفيذي في نادي من الانديه الكبيره جدا تسويقيا اكتر هو الستايل بتاعه مدير تنفيذي زي بيتر كينيون مثلا في انجلترا، يعني أنا من لغته الانجليزيه وعلاقته بالانديه الاوروبيه وعلاقته كمان اللي موجوده بالنسبه للكره الانجليزيه، ممكن الستايل بتاع احمد يمشي في حته مدير تنفيذي او هو مدير الاداري الرياضي بالنسبه لنادي من الانديه الكبيره جدا، او على الاقل يبدا في الانديه الصغيره. كنت فاكر من زمان كان حسام كان عنده برضه عرض انه يشتري نادي او يشتري نادي في انجلترا في الدرجه الثالثه، وما حصلش توفيق ان كان ممكن يكون احد ملاك الانديه اللي موجوده في انجلترا. ربنا يوفقه ان شاء الله في الفتره المقبله. مشاهدينا الكرام، نفتح الحديث عن الملف الافريقي وتصفيات